خلاف بين البلدين على شلاتين وحلايب. انا بقول لحضرتك واتحداكم في المشمش، في المشمش رسمي. بص انا رحت شلاتين، انا محمد ناصر زرت شلاتين ما علينا بقى. اكتشفت ان حسني مبارك عشان يحل مسألة حلايب وشلاتين عمل ايه؟ نشر الجيش المصري هناك وعمال يدفع فلوس. العيال هناك بتروح المدارس بفلوس على فكرة، يعني العيال اللي يروح المدرسة ياخد فلوس ويوزعوا عليهم وجبات. كل ده عشان يحببوا مين؟ يحببوا اهالي الشلاتين في النظام المصري. حلو؟ فتلاقي العيل في الشلاتين والله زي ما بقول لك كده بيدرس ايه بقى؟ ويقع المتحف المصري في ميدان التحرير. فتقعد تقول للواد الصغير كده اسمه جعوين او اي اسم، تقول له انت عارف ميدان التحرير فين؟ ما اعرفش. طب امال ليه المنهج ده يقع ميدان التحرير؟ متحف مصر ميدان التحرير، عمره ما نزل اصلا الغردقه. المهم العيال الناس هناك بقى في شلاتين والحتت اللي بعد شلاتين دي ولاءها مش لمصر. اسال بقى الطالب هناك او الشخص اللي والله بقول لكم بجد سالت انا الطلبه هناك مين يا ابني رئيس مصر؟ كان وقتها حسني مبارك. واحد طلع كده تجسد شاب كبير كده قال الملك فاروق. وش كده وش يا معلم قال الملك فاروق. الناس ما تعرفش حاجه عن مصر. ولائهم الحقيقه انا بقول لك بجد دي السودان. فانسى القصه دي، والسودان مش هيتنازل عنها. انا لا اتمنى خلاف بين مصر والسودان ولا اتمنى دول شعب واحد في النهايه. انما انا بقول لك الموضوع ده مش هيتحل ابدا. ما علينا.